السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، فلسطين ليست قضيتي. قضيتي الوحيدة هي الصحراء المغربية، تازة قبل غزة. من يساندون فلسطين هم عباد للكوفية، بل هنالك من ذهب للقول أن فلسطين أرض إسرائيلية. هذا ماشي الرأي ديالي، أنا كنتحدث على ما أقرأه في مواقع التواصل الاجتماعي. هناك من يقول أن قضيتي الوحيدة هي مغربية الصحراء أو الصحراء المغربية، أضم صوتي إلى صوته. هناك من يقول أن فلسطين ليست قضيتي، قد لا أتفق معه. هناك من يقول أن فلسطين أرض إسرائيلية، لا أتفق معه جملة وتفصيلا. ولكن اللي كيهمني في الموضوع هو ما قام به النظام الجزائري أو أحد الساسة الجزائريين الأغبياء الذي يحاول اختراق المسيرات المؤيدة للقضية الفلسطينية من أجل تحريض الشعب المغربي على الاحتجاج أمام القصر الملكي. غنخليكم مع الفيديو ديال واحد السياسي جزائري بن قرينة، وهو يحث الشعب الجزائري على محاصرة القصر وعلى الاحتجاج أمام القصر الملكي في المغرب، متوقعا أو متناسيا أن المغاربة أذكياء، وأن المغاربة ما كيسمعوش شي خطاب لا يبدأ بشعبية العزيز. أي خطاب لا يبدأ بشعبية العزيز ما كيتصنتوش ليه المغاربة. نخليكم مع الفيديو الإخوان ثم نعود للحديث عنها. نحن لا نبخس للناس حقوقهم، نحن لا نبخس للناس حقوقهم، ونبتهج عندما نرى في بعض الدول العربية مسيرات بعشرات الآلاف وبمئات الآلاف. نبتهج أيما ابتهاج، ولكن نقول لهم يا حبذا في المسيرات القادمة أن يحاصر مئات الآلاف من أشقائنا في المغرب أو في غيرها القصر الملكي، ليحملوه على إيقاف التنسيق الأمني والاستخباراتي والدفاعي والسندي للكيان الصهيوني، وأن يقطع علاقته معه. فلذلك لا يمكن لأحد أن يعقدنا أو أن يزايد علينا. نحن قمنا بكل ما يمكن من متاح، ونعتبر أنفسنا مقصرين لأن رؤساءنا هم من سبقونا في المواقف المتقدمة. رسالتي الأخيرة وقد أطلت عليكم أيها الإخوة، إننا لا يمكن أن ندعم فلسطين إلا إذا كانت الجزائر شامخة، إلا إذا كانت الجزائر قوية، إلا إذا كانت الجزائر ملتحمة، إلا إذا كان صفنا وجبهتنا الداخلية متلاحمة متراصة. إذن هذا واحد الناهيق جزائري معتاد. هذا بن قرينة من المطبلين إلى النظام العسكري الجزائري، ومن المفروض أنه كان في المعارضة، من المفروض أنه خصو يكون في المعارضة. تحدث عن مسيرات بالآلاف في بعض الدول، ويحث الجماهير على محاصرة قصور الملوك، وخاصة بالذكر القصر الملكي المغربي، في الوقت الذي تمنع فيه السلطات الجزائرية خروج ولو جزائري واحد تضامنا مع القضية الفلسطينية. شوفوا التناقض، انت بلادك ما كتخلي حتى واحد يخرج ملي انت عندك هذه الحرقة على القضية الفلسطينية. بدأ ببلادك وقول أن الكابرانات، العجزة، شنقريحة وتبون يمنعون المسيرات الاحتجاجية الداعمة لفلسطين. انت مشيتي للبلدان اللي فيها المسيرات بعشرات الآلاف ومئات الآلاف، بل من المسيرات الداعمة لفلسطين في المغرب من كانت مسيرات مليونية، بمعنى كان فيها أكثر من مليون شخص. وتحاول بغبائك أو غبائك الأكاديمي، انت تكونت أكاديميا بغباء، تعتقد أن دغدغة المشاعر واستحمار الشعب الجزائري ببعض الألفاظ البائدة الموروثة على الحقبة السوفيتية أو عن سبعينيات القرن الماضي، أو بعض الألفاظ الماركسية، أنها قد تجدي نفعا مع الشعب المغربي الذي حنا المغاربة فاش كنجيو نتفرجوا فيكم في القنوات ديالكم كنجيو من أجل الفكاهة فقط، باش نضحكوا على المستوى الثقافي ديالكم من رئيسكم إلى غفيركم، يعني مستوى دون المستوى، بل أقل من دون المستوى، بل دون الصفر. اللي كتحدث وكتوهم أن المغاربة يقدروا نطالع عليهم بحال هاد الكلمات الغبية، فأنت أغبق الأغبياء. دوزو للنقطة الثانية، تحدث عن قطع العلاقات مع إسرائيل، رغم أن تقرير أمريكي يقول أن الدولة الرابعة عربيا من حيث العلاقات مع إسرائيل هي الجزائر. إلا خدينا الدول العربية الأكثر علاقات مع إسرائيل غنلقاو الإمارات، البحرين، شي دولة في الأردن ولا مصر، وغنلقاو في المرتبة الرابعة
الجزائر، في حين أن المغرب في مراتب متأخرة وكنتحدث بالأساس على العلاقات الاقتصادية، وكنتحدث بالأساس على تصدير الغاز الطبيعي إلى الجزائر الذي يستخدم في قتل إخواننا في غزة. النقطة الثالثة اللي بن حميرة إذا صح التعبير هو أنه يحاول دغدغة مشاعر الجزائريين إلى النقطة وإلى الفخ وإلى استحمار الشعب الجزائري اللي هو التلاحم. قال باش ندعموا القضية الفلسطينية خاصنا نكونوا لداخل متلاحمين، خاصنا نبقاو ساكتين ونبقاو خانعين للسرقات ديال نظام كابرانات والثروات ديالنا اللي كتمشي للبوليزاريو باش ندعموا القضية الفلسطينية، وهو باب من أبواب استحمار الشعب الجزائري. هذا الخبر الأول وانتهينا منه. بالعودة الإخوان إلى الخبر الثاني والذي تحدثت عنه في الحلقة الماضية، وهو خبر أن السلطات الجزائرية رفضت دخول طائرة مغربية في رحلة مباشرة لنقل فريق نهضة بركان. بزاف ديال الإخوان قالوا لي راه الخبر كاذب وأنك أنت لا تتحرى الصدق، وقالوا أن نهضة أو فريق قسطنطينة دخل المغرب بطائرة مصرية. ممكن نكون سهوا قلت طائرة جزائرية، ولكن أنا كنقصد الرحلة المباشرة، أن الفريق الجزائري في رحلة قصيرة من قسطنطينة إلى وجدة، يعني ما كانش حتى نصف ساعة كانوا في وجدة ويعني الراحة، في حين أن بركان غادي يمشي حتى لتونس ومن تونس حتى لقسطنطينة، يعني غادي واحد المسافة طويلة وغادي يرجع نفس المسافة. هذه هي النقطة اللي تحدثت عليها أنا. من جهة أخرى نخليكم مع واحد التعليق لواحد الجزائري، شوفوا شنو قال. شوفوا معي هذا التعليق: يا أخي من يضمن لي أن اليهود ليسوا في الطائرة أو في الطائرة اللي غتدخل فيها نهضة بركان؟ شكون اللي يضمن لي أنه ما فيهاش اليهود؟ ومن أكثر يهودية وصهيونية من حكامكم؟ إلا كنتي كتخاف من اليهود لهذه الدرجة أنك ما باغيش ولو يهودي يدخل عندك للبلاد، شكون اللي قال لي أن تبون وشنقريحة الديانة ديالهم يهودية؟ شكون قال؟ يعني التصرفات ديالهم كنظن أن حتى اليهود يعتدون على شعب آخر ولكنهم لا يعتدون على شعبهم. بالنسبة للشنقريحة وتبون كيعتدي على الشعب الجزائري هو الأول بالتجويع والطوابير والذل والعار وما إلى ذلك. إذن في اعتقادك من هم اليهود الحقيقيون؟ هذه غير واحد التساؤل هذا الأخ الجزائري نخليه يتأمل فيه. ثم عندما تقول ومن يضمن لي أن الطائرة ليس فيها اليهود، هنا واحد الرسالة للمغاربة المستوى ديال الإدراك ديال الكائنات الجزائرية، يعني أنهم يصدقون أن المغرب أحضر اليهود إلى حدود الجزائر. يعني هذا هو الأسطوانة اللي بقات كتعاود في الأخبار حتى ولات عند الكائنات الجزائرية المستغفلة بمثابة مسلمات. إذا هنا خاص يكون عندنا واحد شوية ديال الوعي ونعرفوا راسنا مع من كنتعاملوا. إذا فريق نهضة بركان غادي يمشي للجزائر وحنا متوقعين أنه غادي يتعرض لمضايقات. كنتمنى أنه يكون واحد النوع من ضبط النفس وأن الفريق البركاني يجيب من التأهل، ينتصر يتعادل ينهزم بواحد بجوج يجيب التأهل. هذا هو الأساس والأهم. الإخوان كان هذا كل ما لدينا، نتلاقاو الفيديو القادم وإلى اللقاء.